اجمل كشري مصري ممكن تاكلوه في حياتكم. انا امنيه اشرف. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي فولو لايك شير ويلا بينا. اول حاجه هحمص الشعريه من غير زيت، وبعدين هسلق المكرونه مع كوبايه من الرز. هقطع بصل عشان نعمل بصل الكشري، هحط عليه شويه من الملح والدقيق واقلبه، وبعدين هحطه في زيت، واول ما يحمر هشيله من الزيت. هفرم بصلتين واخد نص البصل مع شويه من الزيت، وهنزل تلت الحله ميه، وبعدين هنزل معلقه من الكمون، وانزل بقى العدس بجبه انا غسلاه كويس، وهنزل نص التاني من البصل مع معلقه من الثوم مع شويه من الزيت، واول ما يحمر هنزل معلقتين من الصلصه وعصير من الطماطم، وكمان ملح وفلفل وكمون وكزبره ومعلقه من السكر، واسيب بقى الصلصه تتسبك. اول ما العدس يدخل في السوا يكون فيه شويه من الميه، هنزل عليه بقى الشعريه وكمان المكرونه والرز. حط عليها بقى معلقتين 3 من الزيت بتاع البصل، وهوطي عليها لغايه ما تستوى خالص. الدقه بقى نعملها توم كده مفروم مع شويه من الملح وكزبره، شطه وميه مغليه، ومعلقه من الصلصه اللي احنا عملناها، وربع كوبايه من الخل. جربوها.